اهلا بكم، معاكم عبد العزيز حسين محامي الاستئناف على مجلس الدوله. اوعى تضمن اي حد في قرض نهائي، لا اخ ولا عم ولا خال ولا صديق ولا زوج ولا اي شخص مهما كانت درجه قرابته او حبه ليه. ليه؟ لما يتعثر في السداد انت اللي هتكون مسؤول وهتسدد مكانه. لما يتعثر في السداد المسؤوليه الجنائيه عليك وعليه. لما يتعثر في السداد الاي سكور بتاعك بتاع البنك هيتدمر زيك زيه. مش هتعرف تعمل اي حاجه بعد كده لنفسك، ولا تعرف تاخد اي قرض بعد كده لنفسك. والقرض بيكون فين؟ في القروض الصناعيه والتجاريه والمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. تلاقيه جاي يقول لك معلش تعالى علشان انا بعمل مشروع وساعدني فيه، واقف جنب صاحبك، اقف جنب اخوك، اقف جنب زوجك، وتعالى امضي بس او تعالى اكتب بس وهات بطاقتك وكلها بس انا هسدد على طول ان شاء الله. وفي الاخر تلاقي نفسك انت اللي لابس. انما الضامن ما بيكونش في القروض الشخصيه، لان القرض الشخصي بيكون الضمان بتاعه يا عمل يا وديعه بتحطها في البنك. بس تخلي بالك ان البنك لو رفع دعوه قضائيه هيرفعها عليك وعليه. وانا مالي؟ انا ما خدتش حاجه ولا سحبت حاجه. لا يا حبيبي، انت وهو امام القانون سواء، مفيش فرق بينك وبينه. لما يسافر انت اللي هتسدد مكانه. طب انا ممكن اتحبس؟ طبقا للماده 336 و 337 من قانون العقوبات انت هتتحبس والا تسدد مكانه. فنخلي بالنا وبلاش تضمن اي حد خالص. تحياتي.